السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بألف خير. ايه رأيكم بقى؟ النهاردة هناكل اكل كده من اللي هو ايه، ريحته مفحفحة وجايبة اخر البيت، وفي نفس الوقت بنحبها بنعشقها، وانضف واحسن واجمل واطعم وكل حاجة عن بتاعة الشارع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل طاسة كبدة بقى اسكندراني. انما ايه، هي اسكندراني على مصري. لازم نحط التاتش المصري. طاسه كده حلوه سخنه قوي قوي، وحبه زيت حلوين محترمين كده، والجزار مديني مع الكبده بتاعتنا حته اللي هي بتبقى حاجه سمين كده، وبيقول عليها حلويات. قطعتها مكعبات صغيره، هي مش دهن ولا ليا، بس بيسموها كده حلويات. وشوحتها تشويحه كده في قلب الزيت، وبعدين معلقه توم كبيره حلوه كده محترمه، اديتها تقليبتين معاها. وما بستناش ان التوم يلون، بستناهوش يحمر ولا ياخد لون خالص. ريحته بتفحفح كده، والكبده بتاعتي مقطعاها وشايله منها الغشاء الخفيف خالص ده، اللي بيبقى عامل شبه البلاستيك ده، علشان مش تضايقنا واحنا بناكل. هفرد الكبده بتاعتي في قلب الطاسه كده، ومش هقلبها لحد لما الطبقه الاولانيه دي تتشوح كويس. رشه ملح، شويه فلفل اسمر، رشه صغيره خالص من الكزبره، وما بحطش كتير. بحطش توابل كتير يعني. عندي بصلايه مبشوره، ودي بقى التكايه اللي هي مش اسكندراني، هما مش بيعملوها بالبصل، بيعملوها بالثوم بس، ثوم وفلفل اخضر وشكرا. بس انا بحب البصل معاه، بيديها تسكيره حلوه. قلبت شويه فلفل اسود على البصلايه عشان ريحتها تبقى احسن يعني. ونزلت عليها، نزلت بالبصل على الكبده. حطيت بقى اخر حاجه الفلفل الاخضر وعصير ليمونه ومعلقه واحده من الخل. قلبت ده كله تقليب كده على طول على طول. الكبده بتاعتي ما بتقعدش كتير على النار، وخلاص بقت جاهزه. وادي فطرنا سهل وسريع وخفيف. وبصوا يعني الاطباق دي بتتمسح مسح كده. معايا شويه جرجير بقى غسلاهم ونقعهم في ميه وخل كده، وشويه سلطه طحينه، وكمان شفشق من البلح باللبن اللي كنت مجهزه معاكم، وحبه عيش سخنين كده جايين من الفرن طازه. وكانت بنت اختي حبيبه قلبي اللي هي اول فرحتي يعني عامله لي حله ورق عنب في اليوم اللي قبله، وده الطبق اللي اتبقى سخنته جنب الكبده. بقول لها يا نوره تسلم ايديكي، وكل سنه وانتم طيبين. واستنوا بقى فيديوهات حاجه العيد، في كحك وفي بسكوت وفي حاجات حلوه كتير. كل سنه وانتم طيبين وبألف هنا.